السعودية بقرة متى جف حليبها سنذبحها. وصف المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب السعودية بالبقرة الحلوب التي تدر ذهبا ودولارات بحسب الطلب الأمريكي، مطالبا النظام السعودي بدفع 3/4 ثروته كبديل عن الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لآل سعود داخليا وخارجيا. واعتبر ترامب الذي يعتبر أول مرشح في تاريخ الانتخابات الأمريكية ينتقد السعودية علنية ويقلل من شأنها في الأجندة الخارجية الأمريكية أن آل سعود يشكلون البقرة الحلوب لبلاده، ومتى جف ضرع هذه البقرة ولم يعد يعطي الدولارات والذهب عند ذلك سنأمر بذبحها أو نطلب من غيرنا بذبحها أو نساعد مجموعة أخرى على ذبحها، وهذه حقيقة يعرفها أصدقاء أمريكا وأعدائها وعلى رأسهم السعودية. وخاطب المرشح الأمريكي النظام السعودي قائلا: لا تعتقدوا أن مجموعات الوهابية التي خلقتمونها في بلدان العالم وطلبتم منها نشر الظلام والوحشية وذبح الإنسان وتدمير الحياة ستقف إلى جانبكم وتحميكم، فهؤلاء لا مكان لهم في كل مكان من الأرض إلا في أحضانكم وتحت ظل حكمكم، لهذا سيأتون إليكم من كل مكان وسينقلبون عليكم ويومها يقومون بذبحكم. وكان ترامب قد قال في حديث متلفز مع قناة NBC: سواء أحببنا ذلك أم لم نحببه لدينا أشخاص دعموا السعودية، أنا لا أمانع بذلك، ولكننا تكبدنا الكثير من المصاريف دون أن نحصل على شيء بالمقابل، عليهم أن يدفعوا لنا، مضيفا أن السعودية ستكون في ورطة كبيرة قريبا بسبب داعش وستحتاج لمساعدتنا، ولولانا لما وجدت ولما كان لها أن تبقى. ودعا ترامب العائلة السعودية إلى تقديم 3/4 ثروة السعودية إلى أمريكا بدلا من نصفها التي كانت تدفعها مقابل حمايتهم واستمرار حكمهم في الجزيرة العربية. وأضاف: إن ما يقدمها لسعود إلى أمريكا حتى لو كان نصف ثروة بلادهم لا قيمة له ولا أهمية بالنسبة لأمريكا مقابل الحماية والرعاية. والآن ومع فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، هل ستستمر السعودية بدفع نصف ثروتها للولايات المتحدة الأمريكية أم ستقدم 3/4؟